هل كان ميسي يستحق البطاقة الحمراء هنا بعد تدخله على عيسى مندي في مباراة الجزائر؟ تابع للنهاية حتى تعرف. بصراحة وبدون مجاملات، نعم كان ميسي يستحق البطاقة الحمراء، لكن بعض الحكام كيف حللوا الحالة؟ شوف، أول شيء ميسي تدخل على اللاعب بالركبة بالأول، كان اللاعب عم يسقط على الأرض، فميسي بدون قصد دهس قدم اللاعب. بعض الحكام قالوا أنه تدخل ميسي كان متهور، نعم، ولكن لم يكن قاسي جدا، يعني كان متوسط القساوة، وبقانون كرة القدم متوسط القساوة تشهر فقط بطاقة صفراء. نعم كان ميسي يستحق بطاقة صفراء، لكن ممكن بعض الحكام يعتبروها تدخل عنيف أو تدخل قاسي للوهلة الأولى، النظرة الأولى فقط. يعني ممكن الفار يعتقد هيك والحكم الرئيسي يعتبره هيك ويشهروا فورا بطاقة حمراء بوجه ميسي ويطلعوه خارج المباراة. يعني لو كان الحكم نفسه تبع أول مباراة افتتاحية المونديال بين جنوب أفريقيا وبين المكسيك كان يمكن حسب بطاقة حمراء على ميسي وخرج وانحرم مباراتين كمان. يعني شوف، في حكام بيعتبروا هذا تدخل عنيف جدا أو تدخل متهور من ميسي وبيحسبوه ركلة جزاء فورا، وفي حكام بيعتبروه هذا تدخل متوسط الشدة، وإذا راجع الحالي الحكم ممكن يعتبر ميسي بالأول ضرب بركبته للاعب، اللاعب سقط للأمام بدون قصد، ميسي دهس على ركبته هو وكان ساقط، مو هو وكان بالأساس واقف ودهس عليه ميسي وبعدين وقع، يعني مو من تدخل ميسي سقط اللاعب على الأرض. وشوف لاعب استراليا هون نفس التدخل ضد أمريكا واخذ بطاقة صفراء. في حالات كتير مشابهة ما حسب الحكم. شوف مثلا هون ببطولة اليورو، شوف كريستيانو دهس على قدم اللاعب ما حسب له الحكم. طيب شوف الحالة هي كمان مباراة كرواتيا نفسها، كمان دهس واضح على القدم كمان ما حسبها. شوف كل هاي الحالات صارت مباراة كرواتيا وما حسب الحكم. طيب ليش بدين بس حالة ميسي يحسبها الحكم؟ كل هالتدخلات هي اعتبرتها أنت حالة طبيعية وما حكيت عنها، بس حكيت عن حالة ميسي. يعني ممكن برجع بقول لك تقدير الحكم ممكن يكون بين كل مباراة ومباراة غير، أو كمان ممكن يكون تقدير حكم عن الثاني غير. ونحكي من ناحية تانية، هذا ميسي، هذا أفضل لاعب بالتاريخ، معقول تعطيه بطاقة حمراء من بداية المباريات المونديال وتحرمه مباراتين بعدها وينحرم الجمهور منه؟ كمان من ناحية تسويقية بدك تاخذها أنت بعين الاعتبار، من ناحية تسويقية بيخسروا كتير منظمين المونديال من غياب ميسي مباراتين. طبعا هذا ما بيعني انه محاباة ميسي او اعتباره مو بطاقة حمراء، لو كان تدخل متهور كان استحق ميسي الطرد المباشر، بس هذا تدخل ما قاسي جدا، ما هو راح على قدم اللاعب وتدخل بشكل مباشر على جسم اللاعب، هو كان قاصد يقطع الكرة منه. حتى اللاعب عيسى مندي يعني نهض عادي ولا طالب بطاقة حمراء ولا طالب شيء وكفى المباراة، ما حدا طالب بطاقة حمراء غير حمدون على السوشيال ميديا على الانترنت بس.